القطع البيزك اللي مهم تبقى موجودة عندنا في الدولاب. أنا ندى your person stylist. تعالي نعد كده الحاجات اللي هي الأساسية لازم تكون عندنا في الدولاب علشان بناء عليه هنبني الدولاب بتاعنا. بمعنى إيه؟ معنى إنه القطعة دي ممكن أفضل ألبسها كل مرة بطريقة مختلفة لأن هي قطعة بيزك. هنا بتكلمش خالص ولا على فاشن ولا على ترندز خالص، أنا بتكلم على البيزك بتاع شخصيتك أنتي وبتاع الستايل بتاعك. اوكي؟ طيب هنبتدي انه يكون عندنا لازم قميص ابيض كلاسيك بالشكل المناسب على شكل جسمك. قميص اسود، وده طبعا على حسب دولابك، لو هنحط القميص الاسود على كذا حاجة. محتاجين بنطلون جينز يبقى كلاسيك. كلاسيك معناها ان هو درجة الازرق بتاعته درجة غامقة، ما فيهوش اي قصات. يعني مثلا مش هروح لبنطلون مقطع، مفيش بنطلون فيه شراشيب، مش هيبقى عندي تطريز عليه، مش هيبقى واشت، مش هيبقى عنده اي حاجه. هيبقى بنطلون كلاسيك هتلبسيه على تي شيرت اوكي، او هتلبسيه على حاجه كلاسيك. محتاجين بنطلون اسود وهتبقى رجله واسعه ومظبوطه، وهيبقى بنطلون كلاسيك على حسب طبعا القصه اللي بتمشي على شكل جسمك. محتاجين يبقى عندنا بليزر كلاسيك. كلاسيك هنا مش معناها انه لازم يبقى اسود، ممكن يبقى جراي، ممكن يبقى باج، ممكن يبقى ابيض، زي ما انت عايزه. المهم ان هو يبقى كلاسيك خالص. وانصحك انه بلاش يبقى كروازيه، عشان الكروازيه مش سهل قوي في لبسه، ويفضل ان هو يكون مقفول، لما بنفتحه بيدي زياده وزن. فاحسن ان هو يكون زرار واحد او زرارين، او اللي هو من غير زراير خالص. فستان ساده خالص على حسب شكل الرقبة بتاعتك. هنختار الراوند نيك، لو حسب ان انت عايز تلبسيه نص كم او بكم، والقصة بتاعته تكون فيري سيمبل، يعني ولا فيه اطوال، ولا الخامة بتاعته فيها تشجيرة، ولا ان هو يكون مضطرية احط له حزام، ولا يكون فيه فولان. يكون اكتر فستان سادة خالص. ممكن برضو يبقى اسود، ممكن يبقى جراي، ممكن يبقى باج، بس انا بقولك خليه اسود لانه الاسود هنعرف كمان نستعمله في مناسبات كتير. جيب كلاسيك. جيب كلاسيك مش معناها ان هي جيب ضيقه. ممكن الجيب الكلاسيك اللي انا بتريحني وتبقى البيز بتاعي تبقى مثلا اي شيب او دومي كلاش، ان هي نص كلاش، او ان هي تبقى بليسي، او ان هي تبقى جيب تول اللي هو انا بشوف ان انا بعرف البسها، فدي بقت بالنسبه لي هي قطعه كلاسيك لان انا بعرف اوظفها في كذا حاجه. بالنسبة للجزم يبقى عندي جزمة سنيكرز بيضة أو سودة، ما فيهاش أي ألوان، ولا فيها لمعة، ولا فيها أي خطوط فيها ألوان داخل فيها. تبقى جزمة بيزك خالص برضو عشان أقدر أستخدمها بشكل كبير مع أوتفيتس مختلفة. وكمان لازم يبقى عندي جزمة بهيلز. الهيلز هنا مش معناها الكعب العالي قوي الرفيع اللي هيخليني معرفش ألبسه كتير أو بسيبها بس للمناسبات، فعشان هتبقى بتضايقني إن أنا مش عارفة أكون مستريح. مهم قوي تبقي دايما مستريحة في الجزمة بتاعتك حتى لو هي بكعب. يبقى عندي شنطتين أو طبعا لو أكتر، بس أنا بتكلم على البيزك. واحدة تبقى كاجوال جدا يعني كروس باج أو ويست باج، وواحدة تبقى كلاسيك وبرضو تبقى سادة، مفيش داعي للكتابات الكتير عليها، للبراند اللي مكتوب بالكبير، عشان الشنطة أعرف أستخدمها برضو بشكل كبير. كل البيزك ايتم اللي احنا قلناهم مع بعض دول علشان أفضل أغير فيهم. يعني أنا لو ما عنديش أي حاجة ألبسها في الدولاب هقول طيب أنا عندي إيه بيزك؟ هطلع التيشيرت البيزك، هطلع البنطلون البيزك، طلعت بليزر بيزك، عملت اوتفيت. هنا هعتمد بقى على الاكسسوارز، بزود بقى سكارف، بزود حزام، بزود كوليه، بزود براش علشان اغير من الاوتفيت. بس دي القطعة الاساسية اللي لازم اضمن ان هي عندي في الدولاب. دايما متعارف انه فكرة البيزك لازم يكون ابيض او اسود او جراي. لا مش شرط خالص، علشان لو الستايل بتاعك ان انت بتلبسي الوان، ممكن قوي البنطلون الاحمر يكون البيزك بتاعك. انت بتعرفي تلبسيه بطريقه مختلفه، بتعرفي توظفيه كتير، فبالنسبه لك البنطلون الاحمر مثلا ده بيزك، او بنطلون ابيض، او الجيب الجراي، او الجيب البينك. كل واحد عنده قطع بيزك بيعرف يلبسها باكتر من طريقه.
هو ده بنعتبره البيزك بتاعنا، غير طبعا الحاجات السادة. حتى المشجر يعني في كتير قوي البيزك بتاعهم ان هو يكون بنطلون تايجر. التايجر بيعرفوا ينسقوه مع حاجات كتير، فهو مهم يكون عندها في الدولاب لان هي بتعرف تلبسه باكتر من طريقة، فده بالنسبة لها بقى قطعة بيزك. لازم تجيبي البيزك السادة تكون عندك في الدولاب، وانتي كمان يبقى عندك القطعة البيزك بتاعتك.